السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة ديال اليوم كتخلع بالجهد. فاش بديت كنقاد في الاحداث والتفاصيل ديالها ترددت بزاف باش نعاودها لكم. اولا لانه ما كاينينش مصادر موثوقه كتثبت باللي فعلا وقعت بصح، يعني كاينين الناس اكدوها وكاينين الناس كذبوها، وبيني وبينكم فاش قريت الاحداث ديالها رعداتني الخوت، خطيره بالجهد، وبقيت كنفكر واش فعلا النيت صحيحه ولا من خيال الشخص اللي نشرها. ولكن كلنا كنامنوا باللي الجن كاين، وهذا الشيء مذكور في القرآن الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. والجن موجود وما نقدروش ننكروا باللي يقدر يدير شي أشياء أكثر من هذا الشيء اللي غادي تسمعوا في قصة اليوم. فنصيحة، إلا كنتي كتخاف بلا ما تكمل، وما فيها باس إلا دعمتي خوك بالاشتراك في القناة ولايك الفيديو إلا عجبتك القصة، وخلي لي الرأي أو نصيحة ديالك في تعليق، لأنه كيهمني الرأي ديالكم باش نزيدو نطوروا من المحتوى إن شاء الله. فخليونا نغوصوا في أعماق القصة على بركة الله. هاد السيدة اللي غادي نعاود لكم قصتها اليوم سميتها نورا، وهاد نورا فنانة شعبية معروفة في الكويت، وماشي غير في الكويت، كانت مشهورة في الخليج كامل، كانت معروفة في التسعينات، واللي دار العرس في أغلب دول الخليج وما حضرتش فيه نورا بحال إلا ما دار والو. وكانت معروفة بالأغاني التراثية الشعبية ديالها، بما أنه كانت معروفة هي وفرقتها. واحد النهار فجأة نورا غادي تعتزل الغنى وحبست كل شيء. هادشي اللي خلى الناس كاملين ما فهموا والو، وبقاو كيتسائلوا شنو السبب اللي خلاها تعتزل. بالرغم من انها كانت مشهوره وخدامه مزيان، بالزربه خدات هذا القرار، ومن طبيعه الحال باش يعرفوا السبب الحقيقي وراء هذا الاعتزال المفاجئ خاصهم ضروري يمشيو عند نورا حتى للدار باش يعرفوا الحقيقه ويحيدوا داك الفضول اللي كان فيهم. ولكن المفاجاه انها رفضات دير اي لقاء صحفي ولا تلاقى مع شي حد، وبعد محاولات كثيره قدر واحد الصحفي انه يقنعها ويدير معاها حوار صوتي وتوضح فيه سبب الاعتزال هي والفرقه ديالها. بهكا غادي تصحح كثر الاشاعات الغريبه اللي كانت منتشره ديك الساعه حول الاعتزال ديالها. كاينه واحد الملاحظه قريتها في بعض المصادر، انه داك الصحفي كتب داك الحوار اللي كان بيناتهم، من مورا هذاك الصحفي توفى وتودرات النسخه الاصليه. وفي بدايه داك التسجيل الصوتي كان الصحفي كيتكلم على اجواء اللقاء ومقدمات الحوار معها. كيقول الصحفي بعد محاولات كثيره نورا وافقات انه غير نسجل وما نصورش اللقاء، وكيقول باللي فاش مشيت عندها وصلت عند الباب ودقيت وحلوا ليا ودخلت، وكانت الدار كلها عامره بريحه البخور، وطلبات مني الخدامه ديالها ندخل عندها المكتب ديالها. وفاش دخلت لاحظت الحيوطه كاملين عامرين بايات قرانيه، وشفت نورا قاعده وبين العيا على وجهها، وواضح انها خسرت بزاف من الوزن ديالها على عكس الصور اللي كانت منتشره ليها في وسائل الاعلام. وكيقول جلست قدامها وجابوا لي القهوه، وانا جالس كنشرب في القهوه وهي كتشوف فيا بشي نظرات غريبه، ما خليتش ليها المجال وبديت ديريكت كنسولها وقلت لها نورا شنو السبب اللي خلاك تعتزلي؟ ابتسمات وقالت لي واش انت مصمم انك تعرف ومتاكد من قرارك؟ وجاوبتها قلت لها اكيد بغيت نعرف. قالت لي رد بالك راه ما تقدرش تحمل هذا الشيء اللي غادي تسمع، ولا متاكده ما غاديش تيق. قلت لها انت غير عاودي لي ان شاء الله ما يكون غير الخير. وقالت لي الهضره سهله والفعل صعيب، دابا نشوفوا. وكيقول الصحفي انها قالت لي غنقول لك كل شيء، ولكن بشرط غتحلف لي بالله باللي غتنشر هذا الشيء اللي غنقول لك كما هو، ما غتزيد عليه والو. وكيقول اديت القسم باللي ما غنزيد والو على داك الشيء اللي قالت لي. وهنا نورا خدات نفس وقادات القعده ديالها، وانا كنت تصنت ليها وقالت لي المهم كل شيء بدا مكالمه هاتفيه، غادي تتصل بيا واحد السيده وطلبات مني نغني في عرس بنتها، ولكن انا رفضت حيت كان داك النهار ما كنخدموش فيه، كان الروبو ديالنا وكنستراحوا فيه انا والفرقه ديالي. ولكن طلباتني بزاف وقالت لي باللي بنتي بغات كنتي بالضبط تغني في عرسها، والا ما غنيتيش في عرسها غادي تقلق ويخسر خاطرها. وقالت لي الله يخليك ما تخسرش ليها خاطرها وجي غني ليها في عرسها. فما قدرتش نردها ليها في وجهها وسولتها وقتاش غادي يبدا العرس، وجاوباتني هاد الليله مع العشرة. وقلت لها صافي واخا، واتصلت بالفرقه ديالي ودرت معاهم نمشيو نقضيو ليها الغرض. كاين قلبي ما كانش مرتاح لهاد العرس، ما كنتش عارفه علاش، ولكن كنحس بشي حاجه كتقول لي ما تمشيش، ولكن ما جاتش حيت زكيت معها الكلمه اللي غنجي نغني لها في عرس بنتها. هذا كلام نورا. وكملت القصه ديالها وكتقول مشينا وفاش وصلنا للدار اللي كان فيها العرس مع تسعود استقبلونا عائله العروسه ودخلنا للدار ولقينا بزاف تاع الناس. كانت ديك الدار بحال شي قصر، كلشي كان مستف ناضي والناس جالسين في بلايصهم.
المهم سيدي مشينا ديريكت للغرفه فين غنبدلو حوايجنا، وبدينا كنوجدوا داكشي اللي خصنا. تما دخلت علينا واحد المراه كانت طويله، وفاش سلمنا عليها كانوا يديها قاسحين بحال الحجر، وكانت فرحانه بينا بزاف ورحبات بينا وقالت لنا الدار داركم وحنا كلنا كنحبوكم. المهم بدلنا حوايجنا وكل شيء ناضي باش نخرجوا عندهم، وجاو عندنا شي بنات من الضيوف باش يشوفونا ويسلموا علينا كمعجبات زعما. وفاش خرجنا من الغرفه شدات فيا واحد البنت من الفرقه ديالي اللي سميتها شمس، وقالت لي انا ما عرفتش علاش حاسه بالخوف فاش دخلوا عندنا دوك البنات، حسيت بالخوف منهم ما عرفتش علاش. وقالت لي ها نورا بيني وبينك حتى انا مخلوعه، ولكن حتى حاجه ما كاينه اللي تخلينا نخاف. الناس كيحبونا ويعيطوا لنا نغنيو لهم في عرسهم عادي، ما عرفتش هاد الخوف علاش. المهم يلا خلينا نخرجوا عند الناس راه كيتسناونا. عاودت ردات عليها شمس بالزربه، واش ما لاحظتيش يديهم كيقاسحين فاش سلموا علينا؟ وفاش دخلوا علينا ولات الغرفه سخونه بزاف. بالزربه نورا قاطعاتها وما تصنطاتش ليها، وقالت لها صافي بلا ما تزيدي فيه خلينا نبداو العرس ونساليو من هذا النهار الغريب. وكتقول نورا فاش خرجوا للقاعه اللي فيها العرس وكتحلف باللي كانت اكبر حفله دوزاتها في حياتها من حيث عدد الناس اللي كانوا حاضرين، وكل شيء كان مبالغ فيه، والاكل ما كانش اكل طبيعي، كانت كتدل على وليمه كبيره ومالين العرس باين فيهم اغنياء بزاف. والعريس والعروسه ما كانوش لابسين اللباس العادي اللي كيلبسوه العرسان، كانوا لابسين شي لباس غريب بحال كما كانوا كيلبسوا في العصر العثماني. والعروسه كانت لابسه واحد الفستان اسود وفيه نقاط بيضين، وكان داك الفستان مطروز وعامر بالاحجار الغاليين بحال الالماس الى اخره. وما كانوش قاعدين على البلاصه فين كيريحوا العرسان، كانوا جالسين وراهم واحد المجسم كبير بزاف وكان على هيئه بني ادم، كان حال فمو بحال الا كان كيغوت، وهما كانوا جالسين قدام فمو وما كانوش كيتحركوا لا على اليمين ولا على اليسار بحال الاصنام، بقاو جالسين في بلاصتهم وزاقين حتى حد ما كيشوف في الاخر بحال العريس بحال العروسه. وكان الشكل ديالهم كيخلع بزاف. وكتقول نورا سالينا الفقره الاولى ومشينا للغرفه ديالنا باش نرتاحوا شويه، وفي ديك الوقيته حسيت بشويه الدوخه والعيا، وهنا غادي نطلب شي حاجه نشربها وبقيت جالسه. ولكن كان صعيب نرتاح تما في ديك الغرفه فاش كنا كنبدلوا الحوايج. شويه بان ليا شي دروج طالعين للطبقه الثانيه، وقلت بلاتي نطلع للفوق يمكن تما غيكون مكالمي باش نرتاح شويه، خصوصا ان الحفله كلها كانت في الطبقه الاولى، يعني الفوق غيكون خاوي باش نستريح شويه. وهنا غنخرج من الغرفه وطلعت مع الدروج. ملي طلعت للطبقه الثانيه غادي نتصدم اللي لقيتو مهجور، والريحه اللي كانت تما غريبه، والمكان كان قديم بزاف وعامر بالغبره، وكان باين باللي ما كان حتى حد مهتم بديك الطبقه. وبقيت كنتمشى تما كنقلب على شي بلاصه فين نستريح، وبانت لي واحد الغرفه ومشيت كندق الباب شويه وهو يتحل وما لقيت فيها حتى حد. ولقيت قدامي ناموسيه كتبان قديمه، وكانت ديك الغرفه مظلمه وكل شيء كان فيها قديم، واخا الغرفه كانت كتخلع بكثره العيال اللي كان فيها طحت ونعست. وكتقول نورا ملي نعست بديت كنحلم بواحد المراه كانت لابسه الكحل وشكلها كان كيخلع بزاف، وبقات تابعاني وانا هربانه، وهي تابعاني من اللور وكتغوت بجهد وكتقول شي هضره ما مفهوماش. ديك الساعه انا فقت من النعاس بالزربه بقوه الخلعه اللي كانت فيا مني شفت داك المنظر، بقيت كنتنفس بصعوبه، وكان باب الغرفه اللي خليته محلول لقيته تسد عليا. حاولت باش نحلو اكثر من مره ولكن ما بغاش يتحل. من بعد بزاف المحاولات واخيرا غادي يتحل الباب، ولكن الصدمه الكبيره غير حليت داك الباب لقيت ديك المراه اللي حلمت بها تابعاني، لقيتها واقفه ليا قدام الباب، فغمضت عينيا باش نتاكد باللي ياك ما هادشي اللي كنشوف غير وهم ولا انا غير ناعسه وكنحلم. وفاش عاودت حليتهم فعلا ما لقيتهاش قدامي، وخرجت من ديك الغرفه وبقيت كنشوف على اليمين وعلى اليسار باش نتاكد باللي هادشي كامل اللي شفت واش نيت بصح ولا غير كيتخيل ليا. دغيا بدا تيبان ليا ثاني واحد الولد صغير خرج من واحد الغرفه وبقى كيجري قدامي، شويه وقف بدا كيشوف فيا وهو يهرب طلع للطبقه الثالثه، وما كنتش عارفه انا علاش تبعته وطلعت للطبقه الثالثه. وكانت الطبقه الثالثه مختلفه تماما على الثانيه، كانت مظلمه بزاف والارض موسخه وعامره بالدجاج مهرس، وكان واضح باللي موالين ديك الدار كانوا ساكنين غير لتحت، وكانوا هاملين الطبقه الثانيه والثالثه وما كان حتى حد عايش فيهم. وانا بقيت كنقلب على داك الولد شويه سمعت صوت حدا ودنيا بحال شي حد كان كيعيط ليا، وبقى كيهمس ليا في ودنيا وتلفت الطورايه ولكن ما لقيت حتى حد. وبقيت كنسمع ثاني صوت داك الولد كيضحك من مكان بعيد، ومشيت جهه داك الصوت غادي نلقى الدري واقف قدام وحده من الغرف. وفاش قربت ليه وهو يدخل لديك الغرفه، وبقيت كنقرب شويه بشويه حتى وصلت باب ديك الغرفه، وحطيت يدي على البواني تاع الباب باش نحلو، ودقيت شحال من مره وحتى حد ما رد عليا. فاش درت عطيت الباب ظهري على اساس ننزل تحت، حسيت بشي حد شادني من رجليا
وجرني بقوه لداخل تاع ديك الغرفه. انا بقيت كنحاول نهرب منه، وبديت كنسمع ثاني نفس الصوت كيهمس ليا في ودنيا وكيعيط ليا بسميتي وكيقول ليا غني لي يا نورا، غني لي، انا كنحب صوتك. وكتقول كان داك الصوت كيخلع بزاف. وبكثره الخوف قلت ليه شكون انت، شنو بغيتي مني؟ وهو كيعاود نفس الهضره، غني لي يا نورا غني. وقالت ليه نورا انا خايفه كيفاش غنغني؟ وهو يجاوبها ما تخافيش حتى حد ما غيأذيك. وقالت ليه شكون انت؟ وجاوبها انا صديق وفي ومخلص. وكملت نورا كلامها، قالت قدرت انني نفلت منه وهربت ديريكت للدروج ونزلت للطبقه الاولى ومشيت ديريكت للغرفه اللي كنبدلوا فيها الحوايج، ولقيت كاع اعضاء الفرقه مجموعين على شمس. وكانت شمس كتبكي ومشيت عندها بالزربه وسولتها مالكي كتبكي ياك لاباس؟ جاوبتها شمس قالت ليها كانوا مالين العرس يسولوا عليك حيت شافوك طلعتي للفوق. طلعت من موراك باش نعيط ليك، كنت كنقلب عليك في الطبقه الثانيه ولقيت تما شي حاجه غريبه بزاف. شفت تما شي اشخاص عندهم وجوه بشريه ولكن كانوا في شكل كيخلعوا بزاف. ومن بعد سمعت شي صوت جاي من وحده من الغرف، يصحابني غير انتي. ولكن فاش حليت الباب لقيتها خاويه ما فيها حتى حد. وسديت الباب وكي غندور باش ننزل في حالي لتحت لقيت واحد الشخص واقف ليا قدامي، كان طويل وشكله كيخوف وكان واقف بحال الصنم. ولكن اللي زاد خلعني انني ما عرفتش علاش كنت غاديه لعندو بزز مني وماشي لخاطري، بحال الا شي حاجه كتجرني لعندو. وفاش وقفت قدامه بدا الجسم ديالي كيتبورج وبديت كنترعد بشكل غريب، وواقفه قدامه بحال الا كنت مربوطه، ما قدرت لا نتحرك ولا حتى نتكلم. وهنا غنغمض عينيا من الخوف وقلت واقيلا الا حليتهم غادي يغبر ويمشي في حاله. ولكن فاش حليت عينيا غادي نلقى وجهه قريب ليا بزاف، كانت ريحه النفس ديالو كريهه بزاف، ومن كثرت ما هو قريب مني ما قدرش نميز الملامح تاع وجهه. وهنا من كثرت الخوف بقيت كنبكي بشكل هستيري. وفاش بقيت كنبكي وهو يصرفقني على وجهي، ومني صرفقني هنا بديت كنحس براسي بديت كنتحرر منه وقدرت نهرب. وبقيت كنجري جهه الدروج، وغير حطيت رجليا في الدروج وانا نتلاقى مع واحد الشخص ضخم بزاف وقفني وقال لي انتي شكون طلعك لهنايا، اش كديري هنايا؟ وبقيت كنبكي وقلت ليه طلعت هنايا كنقلب على نورا. وهو يرد عليا بنبره حاده وقال اياك ثم اياك تعاودي تطلعي لهنا مره اخرى، يلاه نزلي لتحت بالزربه. وكتكمل شمس كلامها وكتقول نورا شي حاجه غريبه في هاد الدار، الله يخليك خلينا نمشيو بحالنا من هنايا. جاوبتها نورا تهدني شويه وسمعيني. وقالت ليها شمس كيفاش غادي نتهدن وانتي ما شفتيش داكشي اللي شفت؟ قالت ليها نورا لا غير بردي وما تخافيش، انا شفت اكثر من داكشي اللي شفتي، تهدني وخلينا نكملوا هذا النهار الغريب. وجاوبت شمس وقالت تيقيني محال يخليونا نمشيو في حالنا، هذا المكان ملعون وانا ما نقدرش نجلس هنا اكثر من هكا. فجاوبتها نورا صافي غير بدلوا حوايجكم ونقدموا لهم اخر فقره ونمشيو في حالنا. وكتقول نورا خرجنا تاني وبدينا الفقره الاخيره ديالنا. وفاش وصلت ل 12 الليل اعداد الناس بداو كيتزادوا بشكل مبالغ فيه، وان داك الشيء تاع البشر اللي تزاد كتير بزاف. وكتقول كانوا منسجمين معانا بقاو كيغنيو معانا كاملين حتى ولا الصوت ديالهم اعلى من الصوت ديالنا، كانوا منسجمين ومندمجين معانا. ولكن هذا الاندماج ديالهم كان مخيف بزاف، والعيالات اللي كانوا معاهم كانوا كيشطحوا بطريقه غريبه. واللي زاد حش لينا الركابي من الخوف انهم فاش كانوا كيشطحوا القفاط اللي كانوا لابسين كيطلعوا من قوه الشطيح اللي كانوا كيشطحوا. وهنا غنبداو نلاحظوا رجليهم بداو كيبانوا، وكانوا رجليهم كيشبهوا لديال البقر او الحيوانات، كانوا كلهم مزغبين وعندهم الفراقش بحال ديال البقر تماما. وهنا بدينا انا واعضاء الفرقه ديالي كنشوفوا بعضياتنا برعب، وبدات الاصوات ديالنا حنا كتنزل شويه بشويه من كثره الخوف. وكاينين شي وحدين من الفرقه بداو كيخربقوا في الهضره، ولكن بالزربه طلبت من الفرقه ديالي ما يوقفوش ويكملوا في العزف ديالهم. هنا شمس غادي تطيح غيبات وهزيناها بالزربه وديناها للغرفه ديالنا، وبديت كنحاول نهدناها حيت هي كانت في حاله هستيريه وكانت كتقول هي خايفه الله يرحم الوالدين خليونا نمشيو في حالنا، تيقوني راه حنا كاينين وسط امه تاع الجن. وقالت ليها نورا انا كنت عارفه باللي حنا كاينين في عرس الجنون، ولكن سمعيني يا شمس راه ما نقدروش نخرجوا من هاد الدار وما بقى والو على اذان الفجر، وإلا بغيتوا نخرجوا من هنا سالمين خاصنا نكملوا حتى يود الفجر حيت هذا هو الحل الوحيد اللي عندنا. وكتكمل نورا كلامها وقالت باللي اخيرا قدرت نقنعها ووافقت انها تجي معايا، ولكن كلنا كنا خايفين وكنا كل دقيقه كنشوفوا في الساعه فين وصلت، ما كرهناش دوز الوقت دغيا ونمشيو في حالنا. وكان داك العجب كامل ومشغول بالشطيح والغنا والاكل، كانوا كياكلوا بواحد الطريقه غريبه ومخيفه. وشفت وحده كتشطح بهستيريا وشدات في شعرها وبقات كتنتفو وكترميه في الارض، ولكن الصدمه انني لاحظت باللي راه الشعر اللي لاحت في الارض
كان عامر بالدم، وبقات كتنتف شعرها بشكل غريب وكيخوف، وكتقول نورا باللي دوك الضيوف جايبين معاهم شي آلات موسيقيه غريبه عمرني شفت بحالها، دايرين بحال كفوف اليدين ومطبوع عليهم شي طلاسيم سحريه غريبه، وبقاو كاملين كيرددوا دوك الطلاسيم بواحد اللغه غريبه. ما قدرتش نفهم المعنى ديال داكشي اللي كانوا كيقولوا، ومني بداو كيرددوا في دوك الطلاسيم وكيضربوا في الطبول، شويه بدات الملامح ديالهم كتبدل لشي اشكال مخيفه، وبدات اعدادهم كتزيد بزاف، حتى عمرت ديك القاعه اللي كانت كبيره، حتى ولينا حنا وسطهم وهما دايرين بينا من جميع الجوايه. وديك الساعه اذان الفجر وتجمدوا في بلايصهم وتلفتوا كاملين جهتنا، او كيشوفوا فينا بشي شوفات كيخلعوا بزاف، وكانوا فمهم محلولين وبدون سابق انذار تقطع الضوء. ديك الوقيته بالضبط فاش طفى الضوء بقينا كنتسابقوا هربانين من ديك الدار الملعونه. فاش خرجنا منها تلفتنا فيها كانت كتبان اصلا كلها دار قديمه ومهجوره، ماشي بحال كي كانت كتبان لينا فاش يلاه دخلنا. ودوك الناس والطوموبيلات اللي كانوا قدامها غيغبروا، وشويه تلاقينا مع واحد الشخص شافنا مني خرجنا هربانين من ديك الدار، وسولنا ياك لاباس. عاودنا ليه داكشي اللي شفنا، وهو يقول لنا باللي هاد الدار كانت مهجوره سنين طويله هادي. وهنا غتسالي القصه ديال الفنانه نورا. كاينين الناس ملي كانوا قراب ليها اكدوا هاد القصه حيت سمعوها من فمها، وكاينين الناس كذبوها وقالوا ما صحيحاش. المهم كتبقى هاد القصه منقوله والله اعلم. الا وصلتي حتى لهنا هادشي كيعني انك عجباتك القصه. ما تنساش تشترك في القناه وورك على جيم، وقولوا لينا في التعليق اش بان لكم في قصه الفنانه نورا، واش ممكن تكون صحيحه ولا لا. كان معاكم خوكم يوسف، نتلاقاو في قصه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.